السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة متنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، تعمل لايك واشتراك عشان نوصل 1000 في اسرع وقت. النهارده فكرة الفيديو مختلفة، اللي هو ازاي تبدأ تتفرج على انمي. والنهارده هنقول لكم افضل انميات تبدأ بيهم لو انت عايز تبدأ. إيروما في مدرسة الشياطين. الأنمي عبارة عن 3 مواسم، كل موسم ما بين 20 ل 23 حلقة، وبتدور قصة الأنمي إن والدين إيروما باعوا ابنهم للشيطان مقابل الفلوس، والعجيب إنه عاش بين الشياطين والتحق بمدرسة الشياطين وحصل مغامرات كتير. هسيبكم بقى تتفرجوا على الأنمي ومش هحرق عليكم. تاني انمي معانا هو ناروتو. تم اصداره اول مرة كان عام 2007 وانتهى عام 2017، والانمي بيتكون من 500 حلقة، وبتدور قصة الانمي على النينجا المراهق ناروتو اوزوماكي اللي وجد نفسه منبوذ من سكان قريته بسبب الكيوبي اللي جواه، وعشان كده حط عينه على لقب الهوكاجي. وبرضو مش هحرق عليكم كتير عشان تشوفوا الانمي. والانمي التالت معانا هو انمي دراغون بول. اول مرة نزل كان 1984 ولحد دلوقتي، بس هو دلوقتي متوقف. والانمي بيحكي عن مغامرات كاكاروت اللي هو سون جوجو منذ الطفولة لحد ما يكبر ويتعلم الفنون القتالية ويستكشف العالم، باحثا عن كرات التنين التي تستدعي تنين يدعى شينرون يمنح الامنيات للجميع. واول انمي معانا هو ديس نوت. الانمي ده حصل على ترتيب ضمن افضل مسلسلات انمي تتميز بطابع الجريمه والدراما. بتدور قصه الانمي عن شاب لقى دفتر ملاحظات واقع على الارض، واكتشف ان لما بتكتب اسم اي شخص فيه بيموت في الحال بسكته قلبيه. وتم اصدار هذا المسلسل عام 2006 وبيتكون من 37 حلقه. وتاني انمي معانا هو الغني عن التعريف وان بيس، ويصنف من مسلسلات الاكشن والاثاره. وبتدور قصه الانمي عن قرصان اسمه لوفي بيدور على كنز الوان بيس، وبيخطط ان هو يكون ملك القراصنه في المستقبل يعني. وتم اصداره عام 1999 ويعد من افضل مسلسلات الانمي المعروضه حتى الان ولسه شغال، وحبيبنا عموده. وتالت انمي معانا هو اتاك اون تايتن، وبرضه مصنف من المسلسلات الاكشن والاثاره. وبتدور قصته عن العمالقه والدوله التي يعيش بها ايرين اللي والدته بتموت على يد احد العمالقه ويتوعد لهم بالانتقام. بيتكون من 69 حلقه مقسمه على 3 اجزاء، ولحد دلوقتي الحلقه الاخيره ما نزلتش. بنطالب الاستوديو ان هو ينزل لنا الحلقه الاخيره. اول انمي معانا هو فيلم ماتل. بيعتبر من افضل الانميات اثاره واكشن ومليانه بقصص حب الاخوه والصداقه والشجاعه والاخلاص. عشان كده الانمي ده مؤثر بشكل كبير، وعدد حلقاته 64 حلقه. وبتدور قصه الانمي عن الخيمياء والاخوين اللي عملوا تجربه محرمه، وواحد من الاخوه فقد دراعه والتاني فقد جسمه بالكامل، وفضلوا يدوروا على حجر الفلاسفه عشان يرجعوا اجسامهم. الانمي جامد واتفرجوا عليه ومش هحرق عليكم كتير. وتاني انمي معانا هو كينغان اشورا. الانمي ده تصنيفه اكشن واثاره وكل اللي قلبك يحبه، وبتحكي قصه الانمي عن المقاتل توكيتا اوهما اللي بيحب القتالات، وبينضم لشركه كبيره عشان يقاتل باسمهم في مباراه كينغان، وبيدخل بعدها بطوله كينغان حياه او موت. واول مره نزل الانمي كان عام 2019، وبيتكون من جزئين، عدد حلقاته 36 حلقة، والجزء التاني لسه نازل من كام يوم. والانمي ده انصحك انك تتفرج عليه لانه جامد قوي. وتالت انمي معانا هو كود جيس. بيدخل الانمي ده من ضمن تصنيفات مسلسلات الاكشن والدراما، وبتدور قصته عن الفتى لولوش اللي بيعيش في اليابان، وكانت اليابان ساعتها محتلة من بريطانيا، وكان بيحاول يحرر بريطانيا من الحكم الفاسد. وتم اصدار الانمي عام 2006 وهو مكون من جزئين، وبيحتوي على 54 حلقة. وبرضو الانمي ده جامد جدا جدا جدا، وانصحك ان انت تتفرج عليه يعني، فاهم؟ مفيش بعد كده. وبس كده تكون خلصت حلقة النهاردة. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة. وسلام. 神羅転生